انا وصاحبي عمر كنا لسه قابضين يعني، والقبض نازل والدنيا حلوه. قلنا احنا المره دي نغير بقى، مش نطلع عند عم رمضان بتاع القهوه، هننزل يابا مول ولا اي مكان نضيف. قلت له تعالى يا عمر، عندي كافيه ليك في مول، اقسم بدين الله فاهم، شياكة وأناقة. دخلنا الكافيه لقينا الدنيا رايقة وبتاع، وكل واحد ماسك واحدة صاحبته وقاعد. فالواد ده عمر بصلي كده شك فيا، قال لي ايه ده يا اسطى، المكان رومانسي، انت جايبني هنا ليه؟ فاهم، متوتر مني. بس قطعنا الجرسون ودخل تطلبه ايه يا فندم. ولا عمر فتح المنيو ولقى حاجات بالانجليزي، وهو اصلا واخد اعداديه وهربان. قعد يقول لي ايه يا اسطى، المشه ده بيتدهن ده ولا بيتشرب؟ قلت له بس اطلب اي حاجه وخلاص، ما تفضحناش، احنا اصلا شكلنا جايين هنا غلط وهيطردونا قريب. هو ليه مشروب اسمه طويل فشخ، فراح مختاره، حس ان هو كده ممكن يبقى ايه، راقي او حاجه. طلب مشروب اسمه ايه، انا جايبه لكم بالاسم. طلب مشروب اسمه ايس كارميل ميكاتو تشينو لاتي دي كلاس بلس. بذمتك ودينك دي مش تعويذه؟ دي مش تعويذه؟ طبعا هو قعد يقولها بحاجات بطريقه غريبه، فالجرسون كان ماشي اصلا هيموت على نفسه من الضحك، بس هو كان ساكت يعني ايه، كاتمها فاهم. الجرسون جاب المشروب وجه، فلقيت صاحبي شايل الكوبايه وهيحطها تحت باطه. قلت له يا اسطى انت بتعمل ايه؟ قال لي يا ابني هو ده مش عطر، مش ده عطر بيعطرونا قبل ما نشرب؟ قلت له عطر ايه يا ابني، ده المشروب اللي انت طلبته. قال لي احا مشروب ايه يا اسطى، انت مش شايف ده كله تلج؟ الحساب نزل، فصاحبي بيفتح الشيت لقى 400 جنيه. صاحبي بدأ يطلع اصوات غريبه، اول مره اسمعها في حياتي، مش منه بس، اول مره اسمعها في التاريخ كله. لقيته بيطلع آلة كمان، يعني لقيته بعدها بيطلع آلة وبيحسب، مش عارف جاب الآلة دي منين، بيحسب. قال لي يعني انا كده على كل شفطة خدتها 45 جنيه.